اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. النهارده هنعمل معاكم وصفة جديدة كده، نعمل معانا طاجن الكوسة بالأرانب. زي ما انتم شايفين وصفة جميلة جدا وجديدة. طبعا الأرانب ده أنا سلقاها نص سلقة. طبعا المية غليت، حطيت فيها ورق لورا، بصلة، جزرة، قرن فلفل، وطبعا حطيت فيها حبهان وخدتها نص سلقة بس كده وطلعتها تبرد. وطبعا حطيت بقى معلقة سمنة أو زيت المتوفر عندك، وهنزل بقى بالفلفل اسود وملح في السمنة بتاعتي، واقلبهم كده. وهبدأ بقى انزل بالارانب بتاعتي علشان اديها التحميرة والتشويحة اللي هتخلي شكلها جميل جدا جدا، وهتخلي طعمها تحفة جدا مع طاجن الكوسة اللي احنا بنعمله ده. شايفين يعني بسم الله ما شاء الله اكبر. طبعا انا خدتها نص سلقة، مش عايزاها سلقة كاملة، ودي الكبدة بتاعتها. دي ارنبة كاملة. على حسب افراد الاسره، ممكن تعمل يعني جبتي واحده وانت نفرين عادي، ممكن تعملي نصها وتشيلي نصها، مفيش مشاكل. طبعا شايفين اللون بقى الذهبي الجميل ده اللي احنا وصلنا له مع التحميره بتاعتنا. طبعا بنعمل لسان عصفور، وبنعمل رز بالشعريه. طبعا هيبقى وجبه كامله متكامله تنفعك في رمضان، وكتغيير في الاكل ولادك ان شاء الله هيحبوا وصفه الارانب دي بالكوسه وهيعشقوها، وتبقى وجبه خفيفه جدا جدا وجميله. انا طبعا بحمر زي ما انتم شايفين الارانب بتاعتي. طبعا الصوص ده السمنه دي انا طبعا مش هرميها، هنعمل منها، هنقلب بقى فيها اللي نعمل منها الكوسه بتاعتنا، وبتدي طعم جميل جدا 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 للوصفه. زي ما انتم شايفين احنا مش هنعملها، مش هندخلها الفرن، هي تبقى اسمها طاجن بس من غير فرن ولا اي حاجه. يعني ما عندكيش فرن، عندك بوتاجاز مسطح، عندك شعلة عادية، هتعملي برضو الوصفة دي وهتطلع أحلى من بتاع الفرن وأجمل كمان، وطعمها تحفة جدا جدا. لما تعملي وصفة لازم تشوفي، في ناس ما عندهاش بوتاجاز، ناس ما عندهاش فرن، بتبقى لازم نعمل وصفات تكون يعني مناسبة لكل الناس اللي هي ممكن تجرب الوصفات بتاعتنا. مع زي ما انتم شايفين كده القرن بتاعتي خلاص قربت، خلصتها تحمير. مجهزة بقى البصلة بتاعتي مقطعة عادي بالسكينة جدا جدا، لو انت عايزة حابة تعمليها في الكبة مفيش مشاكل. شايفين نزلت بقى بالبصلة بتاعتي، طبعا ده سمنة مع فلفل اسود مع ملح مع طعم الارنب المحمرة الجميلة اللي احنا حمرنا فيها. ده توم مفروم زي ما انتم شايفين. وهنزل بقى بصلصة طماطم، طماطم فريش، صلصة المتوفر عندك. وطبعا العصفور بتاعي لسه بحمر فيه. والرز بالشعرية كوباية رز، ونص كوباية شعرية، معلقتين سمنة، هتعملي الوصفة بتاعتك وتبقى برضو جميلة. زي ما انتم شايفين كده بنحمر البصلة بتاعتنا والتومة. وهنزل بيهم بقى بالطماطم بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بالصلصة، او طماطم زي ما قلت لكم فريش، واعملها في الخلاط يعني زي ما انت شايفة. بس انت تعملي الصلصة وتجهزيها علشان في رمضان ما تقفيش وقفة كتير في المطبخ، يبقى على طول الاكل بتاعك جاهز. وممكن عادي تعملي برضو نفس الخطوات بالصلصة دي وتشيليها عادي في الفريزر وتعملي الاكل على طول. معانا بقى ملح وفلفل وكمون ومكعب مرق، ومعانا البابريكا، ومعانا سنة 7 بهارات بتخلي الاكل بتاعنا مظبوط جدا. شايفين الصلصة بتاعتنا حمرا وجميلة وتحفة ازاي. الكوسة بتاعتي طبعا مقطعاها وغسلاها ومظبطة الدنيا كده علشان الطاجن بتاعي يبقى مظبوط وجميل جدا. طبعا عملنا اهو زي ما انتم شايفين الكوسة والطماطم بتاعتنا حمرا كده وجميلة، والوصفة بتاعتنا تحفة زي ما انتم شايفين. وعندنا شوربة الارانب بقى نحط لها بقى زي ما انتم شايفين حبة شوربة كده بتاعت الارانب الجميلة دي. ممكن تعملي عليها ملوخية، تعملي عليها كوسة، اللي متوفر عندك ما فيش مشاكل بيها، بتقبل كل الاكل وبتخلي الاكل جميل جدا جدا. شوربة الارانب دي تحفة. طبعا انا هحط دلوقتي الغطا صغير، هجيب غطا كبير تاخده غلوة زي ما انتم شايفين، وهبدأ انزل بقى فيها الارانب بتاعتي. طبعا لان الكوسة بتاعتي ما بتاخدش وقت كتير في السوى، والارانب بتاعتنا زي ما قلت لكم نص سوا. هبدأ بقى انزلها. احلى طاجن ارانب ممكن تاكلوه في حياتكم، طاجن ارانب بالكوسه تحفه 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 الصراحه. ممكن تبدلي الارانب بفراخ برضو، هتبقى برضو جميله جدا ورائعه. وبألف صحه وهنا على قلوبكم، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعل رمضان مبارك علينا وعليكم يا رب. الوصفه الخفيفه اللي انا عملتها دي تعجبكم. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مني جديد في كل الوصفات سهله وسريعه. ويعني برضو هي مش غالية قوي بالنسبة للوقت اللي احنا فيه ده يعني. شايفين بقى الجمال بتاعها.
الكوسة بتاعتي بقى استوت كله على البوتاجاز من فوق. لو قلتلك ما عندكيش بوتاجاز يبقى شعلة أو بوتاجاز مسطح، مفيش أي مشاكل. زي ما انتوا شايفين جمال الأكل بقى، والكوسة وشوية الصوص دول بقى اللي خدوا من طعم الأرانب وخدوا من جمالها. وده الرز بالشعرية بتاعنا ومعاه لسان العصفور. وخلصنا الوصفة بتاعتنا كده. يا رب تعجبكم وتكون وصفة سريعة ومريحة وتجربوها وهتعجبكم جدا جدا جدا. واشوفكم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.